الجزائر ترفض من جديد وساطة السعودية للمصالحة مع المغرب، رغم أن الأخير لم يطلب في الأساس الوساطة ولا المصالحة من أحد. وفي تفاصيل، انتهت زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التي قادته إلى العاصمة الجزائرية خلال الأسبوع الماضي، إلى حيث بدأت دون التوصل إلى نتائج ملموسة في شأن القضايا التي انتقل من أجلها رئيس الدبلوماسية السعودية إلى الجزائر. حيث ذكرت مصادر إعلامية وثيقة الاطلاع أن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أجرى مشاورات مكثفة مع العديد من المسؤولين الجزائريين، في مقدمتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبحث معهم ملفين هامين. يتعلق الأول بالملف السوري الذي قادت فيه الرياض جهودا انتهت بعودة سوريا إلى موقعها